بس معانا مداخله هاتفيه من الاستاذ مصطفى عبد السلام، مدير تحرير جريده العالم اليوم والخبير الاقتصادي المعروف. اهلا بسيادتك يا استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك، اهلا ربنا بيك معانا في يخليك. البرنامج. حضرتك احنا كنا بنتكلم النهارده في القرارات الاقتصاديه اللي ظهرت مؤخرا للدكتور ممتاز السعيد وزير الماليه، وايضا كنا بنتكلم على جزئيه الدستور، هل من الاوقع ان احنا نجري ونخلص ولا نستنى، وده تاثيره ايه على الاقتصاد؟ والله اقول لحضرتك حاجه بالنسبه لقرارات ممتاز السعيد، ليست قرارات ممتاز السعيد بل قرارات الحكومه اللي هي سواء متعلقه بفرض ضرائب جديده على التعاملات الاوليه في البورصه او متعلقه بالدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار او التفاوض مع مؤسسات دوليه او محاولة يعني زيادة ايرادات الدولة. دي كل هذه الخطوات بتأتي في اطار حاجة واحدة اساسية، ان في برنامج اصلاح اقتصادي وضعته الدولة لمعالجة مشاكل اقتصادية انا اظن ان هي نتاج 60 سنة. احنا عندنا دلوقتي موازنة عامة للدولة فيها عجز في الايرادات حوالي 135 مليار، واذا استمرت بهذه المسألة قد يتفاقم مشكلة الدين المحلي اللي هو احنا وصلنا 1.2 تريليون جنيه، وده يعني رقم يعني رهيب. يعني احنا بندفع على هذه المديونية من ميزانية الدولة في حدود اكثر من 130 مليار اعباء، يعني احنا بندفعها دي بتخرج من ميزانية الدولة كاعباء ملناش دعوة بيها. القصة دلوقتي انك انت عندك وضع اقتصادي متدهور، عندك مشاكل في ايرادات الدولة، عندك انتاج شبه توقف يعني كتير من وسائل الانتاج لمدة عامين، عندك يعني ما زالت اضرابات. طيب حضرتك انت مع كده بقى في ظل اللي حضرتك بتقوله ده، هل حضرتك مع الانجاز في اعداد الدستور ولا نتأنى؟ مع ايه حضرتك؟ هل حضرتك مع الانجاز في اعداد الدستور ولا نتأنى؟ لا، هو بص حضرتك معالجة الوضع الاقتصادي ليست لها علاقة بإنجاز الدستور. أنا بس هي ليها ممكن تكون عامل نفسي بيتمثل في إيه؟ إن هناك حالة تراكم ما بين المستثمرين الأجانب. المستثمرين الأجانب بينتظروا إنجاز بعض الملفات حتى يقدموا إلى مصر، ومن بين هذه الملفات إنجاز الدستور. إنجاز الدستور وتشكيل مجلس الشعب قد يساعدوا في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وإعادة الاستقرار السياسي، وبالتالي ده يساهم في النهاية في زيادة الاستثمارات الخارجية أو على الأقل تحريكها. نحن نعرف أن عقب الثورة الاستثمارات الأجنبية أصبحت صفر، ولكن والحمد لله منذ إجراء الانتخابات الرئاسية وهناك استثمارات تتدفق، لكن بعض الاستثمارات الأجنبية بتتخوف من حدوث قلاقل مستقبلية في مصر ناجمة عن حدوث خلاف شديد سواء حول الدستور أو الانتخابات البرلمانية القادمة. طب هل من الأفضل أو من الصح يعني إن احنا نعمل تغيير قوانين اقتصادية في ظل غياب مجلس الشعب؟ لا، احنا مصر ليست حاليا في حاجة إلى قوانين اقتصادية جديدة. مصر في حاجة إلى طمأنة المستثمرين على أموالهم، على مطلوب ضمانات من الحكومة بتقول بشكل صريح أن أي مستثمر شريف مصانع حقوقه مصانع أمواله من حقه أن يدخر أمواله سواء داخل مصر أو يخرجها خارج مصر. هو حر ما دام بيؤدي الضرائب ويؤدي حقوق البلد عليه. مطلوب ضمانات، مطلوب إغلاق لملف الاستثمارات العربية في مصر اللي هو عامل أزمة دلوقتي. طب حضرتك رأيك إيه في الحساب المفتوح اللي هو 3 ده؟ اللي هو إيه حضرتك؟ الحساب المفتوح الجديد للتبرعات اللي قال عليه الدكتور ممتاز اللي هو 3. والله اقول لحضرتك حاجه، انا شايف ان هذا الحساب طبعا مع احترام الشديد للنوايا الحسنه في فتحه، الا انه لن ياتي باي شيء. المستثمر غير الشريف لن يقدم او لن يبادر بسداد حقوق الدوله. مطلوب
من الحكومة أن تدخل في مفاوضات مباشرة مع المستثمرين الذين لديهم خلافات مع الدولة، وخاصة العرب الذين حصلوا على أراضي يا إما بالمخالفة للقانون أو بدفع بعض الرشاوي أو بأسعار قليلة. مسألة فتح الحسابات والحاجات دي جربناها في مسألة عقب الثورة، قيام الثورة تم فتح حسابات لدعم الاقتصاد المصري ونهضة الاقتصاد وهكذا، وللأسف لم يتبرع شيء ولم يقدم أي شخص على وضع إيداعات في هذا الحساب.